صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات ذللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناها، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإظلال زمانه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل خبر خبير، وفي حلا حسنه